السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، واليوم مع حلويات العيد. وجبت لكم حلوة سهلة وبسيطة بمكونات بسيطة. هذه حلوة الزوالي، يقدر عنها أي واحد يقدر يخدمها. سهلة التحضير وزاكية في نفس الوقت، تخرج لكم كمية كبيرة. هذه الحلوة خدمتها بالزيت، كاس زيت خرجت لي كمية كبيرة وطرية جدا كما راكم تشوفوا هنا، راهي تذوب في اليد. خرجت لي كمية كبيرة، حلوة طرية جدا وبنينة وسهلة، بدون زبدة بدون شيكولا وبدون كاكاو. راح أي شخص راح يقدر يعملها. سهل التحضير وبنينة بمكونات ومقادير بسيطة موجودة في كل بيت. فوق هذا كامل بنينة. ونبدأ على بركة الله بتحضير المقادير. عندي هنا 3 ملاعق كبار نواة كوكو يكون مرحي. عندي كاس إلا ربع سكر يكون ناقص أسبوعين. كاس إلا ربع سكر أرطب. عندي هنايا كاس تاع زيت، وعندي كاس تاع نشا. عندي 2 بيضات كاملين وصفار بيضة، وكيس ونصف خميرة الحلويات. ناخذ غيسيبيون نضع فيه 2 بيضات كاملين وصفار حبة بيض. نحتاج صفار فقط. نضيف 3 ملاعق كبار يكونوا معمرين مليح تاع نواة كوكو او جوز الهند، يكونوا معمرين مليح ومرحيين. انا كنت رحيتهم. نصف ملعقة كبيرة فانيليا. نضيف رشة تاع الملح ضرورية. نضيف ايضا عطر الزبدة ونخلط مليح. نخلط هنا نواة كوكو مع البيض حتى تدخل المكونات مع بعض. نضيف كاس إلا ربع سكر أرطب، سكر ناعم، ونصفيه في الباسوار مليح تخلص من التكتلات. نخلط مليح، نخلط بالفوي. نضيف ايضا كاس تاع زيت. نصب الكميه تاع زيت، نصب بشويه، نصبها على 3 دفعات او 4. نصب بشويه ونخلط، ما نصبوش ضربه مره واحده باش ما يخرج من بعد العجينه يخرج لنا الزيت. نضيف عطر الزبده شويه، ولكن ما نكثروش، نحطوا على الاقل ملعقه صغيره تاع عطر الزبده. اما الزيت نصب الزيت بالتدريج باش من بعد ما يخرجلناش في العجين ويبقى الزيت يعوم على برا. نصب الزيت بشويه ونخلط مع الخلط المستمر كما راكم تشوفوا. نخلطه بالفوي مليح ولا باليد. اللي ما عندهاش ايضا الفوي هذه تقدر تحطها في قصعه وتمحر وتحكها باليد بالكف تاعها بكف يدها. تحك بالكف تاع اليد ايضا راح تصلح حتجينا نفس النتيجه. نخلط مليح الزيت، لازم نخلطوه مليح مليح. الزيت يخش في المكونات، يدخل في المكونات جيدا. ضروري هذه اللحظة هذه لازم نخدموها. لازم الزيت يخش مليح في المكونات. نضيف أيضا عطر الليمون. عطر الليمون راح يعطينا نكهة وبنة أيضا، راح يجي بنينها روعة روعة. ونخلط، كل ما نحط مكون نخلط جيدا. عندي هنايا كاس تاع نشا نصفيه ايضا. الكاس تاع نشا نصفيه في الباسوار ايضا. كاس نشا. ونخلط. الحلوى هذه بنينه روعه روعه، الطعم تاعها هايل. نضيف ايضا الفرينه. بعد ما نحط الفرينه والطحين نضيف كيس خميره الحلوى، كيس كامل،
ونضيف أيضا ملعقة صغيرة خميرة الحلوى، كيس وملعقة صغيرة خميرة الحلويات اللي هي تقريبا 15 غرام، 15 غرام من خميرة الحلوى. نضيف الطحين بالتدريج حتى نتحصل على عجينة تكون تلصق في اليد، ما نيبسوهاش العجينة، تكون عجينة طرية تلصق في اليد. ودائما نتستيو العجينة، نتستيها باليد الاخرى، نضيفها باليد الاخرى ونشكل كرة كما بهذا الشكل. هنايا راهي كملت لي العجينة، هنا مانيش راح نزيد الفرينة، هنايا راح نتوقف على الطحين، راح نتوقف لاني دائما تستيو العجينه تاع الزيت راح تبقى دائما تلصق باليد. نتستيها العجينه باليد الاخرى الناشفه. هنايا بعد ما لميت العجين، بعد ما نجمعها تكون عجينه تلصق في اليد كما راكم تشوفوا هنا، نغطيها في كيس بلاستيكي ونبدا نشكل فيها. مباشره، نشكل كريات بهذا الحجم تاعها، كريات تكون متساويه. اللي ما تعرفش دير القيس، دير كرة وتشكل عنها باقي الكريات كاملة، نشكلوها بنفس الحجم كما راكم تشوفوا هنا، عجينة طرية ورطبة وملساء في نفس الوقت. ثم نشكل، ثم كما راكم تشوفوا هنايا نشكل حربوش ويكون رقيق على الأطراف، نرقوه شوية على الأطراف يكون رقيق. ناخذ هذا البيشون تاع، انا استعملت بيشون تاع قرعة تاع ماء الزهر، نحطها في الوسط، ثم ناخذ البوشون هذاك نخرجه، راح يعطينا الشكل تاع الحبة، راح يكون متقايس، راح يكون بنفس الحجم، راح يكونوا الحبات بنفس الحجم كما راكم تشوفوا هنايا. البيشون دائما كي نحطوه باش نمسك البيشون هذاك، نقدر نمسكو نخرجوه، الفتحة تاع البيشون تكون من فوق. ونبقى نشكل بهذا الشكل حتى نكمل جميع الكمية. نفتح العجينة ونرققها على الأطراف، تكون رقيقة في الأطراف. دائما نضع البوشون هذاك في النص ونحط عنه الحبة، ونحط عنه الهليلات هذوك كما راكم تشوفوا هنا. نحط البوشون ونشكل عنه ونمسك الأطراف، نمسكهم باش ما يتحركولناش الأطراف، وننزع هذاك البوشون، راح تبقى الحبة ماسكة لا فورم نتاعها. نمسك الأطراف من ومن وننزع ونسحب البوشون، راح يبقى الشكل محافظ على الشكل تاعها كما راكم تشوفوا هنا. نمسك الأطراف ثم نسحب حتى نكمل جميع الكمية. عندي هنا علبة تاع معجون، حطيتها كامل، علبة كامل تاع معجون، ونخففها بماء الزهر حتى تكون سائلة، راح تعطينا قوام، يكون قوام سائل خفيف نغطسوا فيه من الحبات. بالنسبة للكاطو تاعنا هنايا تاع اليوم، الكاطو هذا لازم ندخلوه في فرن يكون سخون، سخنته مسبقا، الفرن راه يسخن، ونشعل عليه من الأسفل فقط. نطيبوا هذه الحلوى، نطيبوها إلا من تحت، ونحط النار، نشعل عليها النار من الأسفل، ونحط الصينية تاعنا نحطها في الرف العلوي، في أول الرف الأول هو اللي نحطها فيه، ونشعل النار على من تحت، ونحط الصينية تاعنا الفوق ونخليها تطيب. هذه الحلوى هذه ما نطيبوهاش من فوق، النار من فوق تكون طافية، ويكون الأسفل فقط اللي شاعل، نشعلوا عليها من الأسفل فقط ومن فوق تكون طافية. راح تتوزع الحرارة في كامل الفرن وراح تعطينا نتيجة روعة. الطريقة هذه تاع الطياب نطيبوها إلا من الأسفل، ما نطيبوهاش من فوق ومن تحت. ضروري تتقيدوا بهذه النصائح باش تعطيكم نتيجة مليحة وتكون حلوة، تكون هشة طرية. نطيبوها إلا من الأسفل، النار تكون ناقصة من تحت عادي ومن فوق تكون طافية، ونحط الصينية تاعنا من فوق في أول الرف، في الرف العلوي. ونطيب الحلوى تاعنا في كامل
في نفس درجة الحرارة، ونبقاو نكملو هنايا، نكمل الحلوى تاعنا حتى نكملو جميع الكمية تاع العجين. نشكلو كيما هكذا، نحلو الحربوش شوية، نحل الحربوش ونرقوه يكون رقيق من الأطراف، نرقوه في الأطراف يكون رقيق، ونحط البوشون هذاك في الصينية تاعنا بهذا الشكل حتى نكمل جميع الكمية. هذا هو البوشون اللي استعملته انا تاع قرعة تاع مزهر. انا استعملت قرعة تاع مزهر، انتم تقدروا تستعملوا اي بوشون بشرط يكون عريض باش الاطراف هذوك ما يلصقوش في بعضهم. طرفين تاع الهليلات هذو ما يلصقوش في بعضهم، لازم يكونوا بعاد شوي، لازم يكون ليسباس بيناتهم فراغ حتى نكمل جميع الكمية. كما راكم تشوفوا هنايا اللي نكمل الصينية، مني نكمل الصينية نروح ندخلها الفرن. طيب مباشرة ندخلوها في فرن يكون سخون مسبقا، ونطيبوها الله من أسفل، من تحت ومن فوق تكون النار طافية، ما نشعلوش عليها النار نهائيا من فوق. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما طابت لي الحبة راهي طايبة وخفيفة روعة، طايبة روعة جدا وهشة. ضروري تجربوا هذه الحلوى لأنها رائعة جدا جدا. بالنسبة للكيل تاع الكاس تاعي انايا، عندي الكاس تاعي يهز 250 ملي، اللي هي 250 ملي زيت، 250 ملي زيت. هنا بعد ما يبردوا الحبات مباشرة، بعد ما نكمل نروح نغطس الحبات، نغطسوهم في المزهر والمعجون، نغطسوا الحبات كامل، نغطسوهم في ماء الزهر والمعجون الكونفيتور، ونغطسهم ونرمدهم في نواة كوكو. والكونفيتير هنايا الكونفيتور والماء الزهر نخفوهم يكونوا خفاف، ضروري نخفوهم شوية، يكون سائل شوي باش نغطسوا فيهم الحبات كامل تاع الحلوى. وبعد ما نغطس الحبات هنا نخليهم يطولوا شوي في الكونفيتور، خليهم يطولوا باش يشربوا لنا مليح مليح. بعد ما نحطوهم في الكونفيتور نخليهم الحبات خليهم يطولوا باش يشربوا لنا النكهة تاع المعجون والماء الزهر. خليهم يطولوا تقريبا دقيقة أو دقيقتين. نحط بثلاث حبات حتى الرابعة ونحطهم يشربوا مليح المعجون هذا. الحلوى هذه ضروري تجربوها لأنها بنينة 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 قد ما نقول لكم، ماهيش راح تكون ماكمش راح تشوفوها. ضروري تجربوها لأنها روعة روعة، طراوة وهش راح تذوب في الفم، تذوب ذوبان هذه الحلوى وبنينة روعة. أنا هذه هي الحلوى تاعي المفضلة، ما نحبش الكاكاو الشيكولا، وما نحبش الكوكاو أيضا، نحب حلوى تكون بهذه البساطة. أنا هذه هي الحلوى المفضلة عندي. نحب المعجون مع نواة كوكو، راح يعطينا بنة روعة للحلوى اللي نقدر ناكلوها مع قهوة حليب. هذه الحلوى روعة في الأكل تاعها، وبسيطة وسهلة التحضير وبسرعة توجد. كما راكم تشوفوا هنا أنا نشرب فيها، حطيت 3 حبات مرة واحدة، نشربوهم مليح ونخليهم يطولوا شوية في الكونفيتور والمزهر، ونرمدوهم في نواة كوكو أو جوز الهند. ويعني نواة كوكو هي جوز الهند، كل واحد كيفاش يسميها. هنا بعد ما رمضتهم في جوز الهند حطيتهم في الكيسات. انا كانوا عندي هذول الكيسات حطيتهم فيهم. تقدروا تكسروا اللون تاع الكيسات، تحطوا مثلا في كيسات يكونوا غوز او بني كما تحبوا. انا كانوا عندي هذو الكيسات في الدار درت فيهم.
وهذا هو الشكل تاعهم. راح تعطيكم نتيجة كبيرة، راح تعطيكم تقريبا صينية معمرة. كاس زيت راح يعطيكم صينية معمرة. وهذا هو الشكل تاعها النهائي. ضروري الحلوى هذه بعد ما نكملها نغطيها بالبلاستيك، كيس بلاستيك، او نحطها في بورتمونجي في علب بلاستيكيه باش تبقى محافظه على الطراوه تاعها. دائما الصابلي والحلويات هذه لازم نحطها في بورتمونجي وتبقى محافظه على الطراوه تاعها باش تبقى طريه مده طويله. نحطوها في بورتمونجي، والى اللقاء.